اهلا بيكم بفيديو جديد وشقه جديده ونموذج جديد. احنا النهارده في مدينه المستقبل في هيئه الست او مساكن وصباط. احنا دلوقتي في مراحل التاسيس، بقالنا فتره طويله ما بنجيبش فيديوهات واحنا شغالين وفي مراحل التاسيس. حابب ناخد جوله كده في الشقه نشوف عملنا ايه وهنعمل ايه وايه المراحل اللي احنا وصلنا لها. ما تروحش اي حته، ارجع لينا بعد الفاصل وتابع معانا التفاصيل. ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا ليكم من جديد. احنا النهارده في مدينه المستقبل، يعني انت لو ليك شقه في مدينه المستقبل او تعرف حد في مدينه المستقبل اعمل له منشن عشان يشوف التعديلات والشغل اللي هنعمله واللي هيظهر معانا بعد كده في التشطيب النهائي. حابين ان احنا نبدا كده بمنطقه المدخل ومنطقه المطبخ والريسبشن. احنا كده داخلين مدخل باب الشقه، عندي فيه الريسبشن وعندي فيه المطبخ على اليمين. تعالوا نشوف عملنا ايه والمرحله اللي احنا وصلنا لها. احنا مبدئيا كده بالنسبه للمطبخ ظهر لكم دلوقتي في الصوره على يميني المطبخ قبل ما نعمل فيه اي حاجه، وظهر في الصوره ان كان في هنا حيطه فاصله ما بين البلكونه والمطبخ. كان هنا دي بلكونه وكان عندي المطبخ. طبعا احنا حبينا نستفيد من البلكونه ونضمها على المطبخ. بنراعي دايما ان احنا ما نغيرش في شكل الواجهه. عشان كده هنعمل ايه بالظبط؟ حبينا ان احنا هنركب هنا شباك الموتيل فاصل ما بين الواجهه وما بين المطبخ عشان يكون الشكل من خارج الواجهه نفس الشكل، مغيرناش حاجه. طب ليه احنا علينا؟ في البدايه كان الحديد كان على المستوى لحد ال 25، احنا علينا الحديد 30 سم كمان فوق الحديد القديم وركبنا فايبر زي ما انتم شايفين. بعد كده هنبني طوبه كمان جنب الطوبه دي وهنعلى بيها لحد المستوى بتاع الحديد. انا كده من بره هكون شايف حديد وفايبر، مش شايف ان انا بنيت، يبقى منه ان انا ما غيرتش حاجه في شكل الواجهه، ومنه كمان ان انا هستفاد زي ما ظهر لكم في الصوره دلوقتي ان احنا هنعمل علب كهرباء فوق وحده المطبخ. طبعا عملنا ديزاين 3 دي للمطبخ، فعندي هنا في وحده، فهنعمل هنا علبه وهنعمل هنا علبه في الكهرباء. حابب كمان اقول لكم على فكره هتعجبكم جدا لكل سكان مدينه المستقبل. انا عارف ان انا بطول بس في تفاصيل لازم اشرحها عشان هتفيدكم جدا. ان احنا عندنا المواسير شكلها مش لطيف، فحبينا ان احنا نطلع المواسير من خارج من خارج الشقه وليس من داخل الشقه. فالمباني اللي هتلف معايا هبني هنا طبعا طوبه عشان اقدر اعمل قيمه للالوميتال، لان الالوميتال هيبقى على المستوى ده، فلازم يبقى في قيمه للالوميتال لانه هيبقى جرار وهيبقى زجاج عاكس عشان اللي بره ما يكشفش المطبخ. فالمباني هتلف معايا بالشكل ده، وكمان هتلف معايا بحرف ال بالشكل ده. يبقى كده المواسير هتبقى بره زي ما ظهر لكم في الصوره دلوقتي ان الالوميتال هيلف معايا حرف ال، فالمواسير خرجت من بره. فناس هتقول لي طب انا لو حابب اعمل صيانه للمواسير، فاحنا نراعي الكلام ده ان احنا نعمل شباك في الالوميتال بحيث لو حبيت اعمل اي حاجه في المواسير يبقى فيه شباك من داخله. طبعا برضو حابب اقول لكم على فكره ثانيه، مش هتلاقوا الكلام ده غير عندنا وبس. هتلاقي هنا ان شباك الحمام بقى كبير. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنطلع شباك الحمام عشان بدل ما يكون شباك الحمام تهويته على المطبخ يكون شباك الحمام تهويته على المنور. فهنبني لسه هنبني هنا مكان، هنبني طوبه في المكان ده وهنقفل الجزء ده خالص، هيبقى الشباك منه للخارج وليس من داخل المطبخ. ده بالنسبه للتعديلات المعماريه اللي احنا عملناها. طبعا عملنا ديزاين 3 دي للمطبخ علشان نقدر نحدد اماكن الكهرباء ونقدر نحدد اماكن السباكه. يلا بينا كده نتكلم سريعا على السباكه وعلى اماكن الكهرباء. بالنسبه للسباكه زي ما ظهر لكم في الصوره، فاحنا معانا الجزء ده هو عباره عن منطقه الحوض وغساله يمينه وغساله شماله، وده اللي رعناه في السباكه. هتلاقي هنا معايا في الصوره غساله الاطباق، فمعانا الصرف بتاعها ومعانا مخرج التغذيه، ومعانا هنا منطقه الحوض، فمعانا مخرجين سخن وبارد للحوض، ومعايا كمان الفلتر عشان الفلتر هيكون تحت الحوض وبنطلع له حنفيه من فوق الحوض. الناس اللي متابعانا هتبقى فاهمه انا بقول ايه وبتكلم في ايه بالظبط. ومعايا هنا غساله الملابس، يبقى اصبح كده معايا الحوض في النص والغساله يمين وغساله شمال. تعالوا نتكلم على شغل الكهرباء.
قبل ما نبدا بشغل الكهرباء احنا هنا كمان فتحنا المطبخ امريكان على الصاله، وهنركب شطر وهنوريكم وهنفهمكم كل الكلام ده ازاي. طبعا احنا لما بنشتغل ما بنشتغلش عشوائي، بنشتغل على مقاسات، بنشتغل على تصميمات، عشان لما نعمل شغل كهرباء ما بقاش برمي علب في المطبخ وخلاص، ابقى عارف انا باسس ازاي. طيب تعالى نبدا كده نتكلم على الكهرباء. عملنا هنا العلب الخاصه بالاناره، الاناره الخاصه بالمطبخ بالكامل، ولو هنعمل سبوتات فالاناره الخاصه بالسبوتات. عندنا زي ما ظهر لكم في الصوره معايا هنا الثلاجه، فعملنا العلبه بتاعت الثلاجه وراها معايا الوحده الثانيه وهي فيها الفرن وفوقيه الميكرويف، فعملنا باريزه خاصه بالفرن والميكرويف. هتقول لي ايه المخرج اللي طالع من فوق؟ هنا هعمل طبعا المطبخ بتاعي يقفل ليه السقف، فيبقى عندي هنا ضلف ازاز، فلازم ممكن اعمل لها ليد، فلازم اسس لها معايا ان يكون ليها مفتاح، فعندي ربط مع المفتاح اللي هنا. بعد كده عندي في واحده خاصه بيها نخزن فيها الاجهزه الكهربائيه، واحده بالطول فمش محتاج لها كهرباء، هعمل لها كهرباء ليه؟ مش محتاج منها حاجه. بعد كده عندي في منطقه البوتاجاز، البوتاجاز هيبقى في المكان ده بالظبط. معايا بوتاجاز مسطح مقاسه 60 في 90، فهتلاقي ان انا عملت علبه يمين البوتاجاز وعلبه شمال البوتاجاز وعلبه تحت البوتاجاز وعلبه فوق البوتاجاز. ليه؟ دي هتبقى الكهرباء بتاعت البوتاجاز. هنا عندي علبتين هتغذي على المطبخ نفسه، وعندي هنا مكان الشفاط، وهيبقى طبعا ليه مفتاح خاص بيه. يبقى كده كل حاجه معموله معانا. هنكمل معانا لاعمال الكهرباء. معانا هنا هيبقى في شفاط تاني راكب في الالموتال، فعملنا له مخرج وهيبقى ليه مفتاح، اقدر اعمل المفتاح في اي مكان لان الشغل كله متربط ببعضه. لسه هيبقى فيه هنا علبتين بعد المباني. عندنا هنا منطقه السخان. انت بتقول السخان هيتعلق فين؟ انا لسه طبعا هبني هنا، فالسخان زي ما واضح في الصوره هيبقى في المكان ده بالظبط، وهنحطه كمان جوه علبه مش ضغط. فعملنا الكهرباء برضو بتاعه السخان، وعملنا مفتاح خاص بالسخان عشان نشغل منه ونقفل منه. هتلاقي العلبه دي عندي هنا في غساله الاطباق، فلازم يكون في كهرباء خاصه بغساله الاطباق، وكمان مفتاح خاص بيها، وكمان باريزه. كمان عندنا منطقه الحوض. منطقه الحوض ما عملناش حاجه فوقيها عشان الميه. فعندي هنا هتلاقي كمان الغساله الملابس، فعملنا العلبه الخاصه بغساله الملابس، وعندي فيه مفتاح هيفصل عن غساله الملابس، وعندي فيه مفتاح كمان خاص بالشطر. يعني ايه الشطر؟ عندي هنا شيش حصير هيركب في المكان ده، بحيث ان انا لو عندي ضيوف وحابب اقفل عن المطبخ في الصاله، فهركب هنا شيش حصيره لازم اعمل له تاسيسه، فعامل هنا علبه خاصه بمفتاح الشطر. وكمان هيعمل الليد من داخل الرخامه اللي هتركب على البار، فكمان عملنا حساب التاسيس الكهرباء بتاعتها. وكمان زودنا علبه في بدايه المطبخ علشان تكون لو حبيت اعمل حاجه هنا. معنى الكلام ان احنا لما بنشتغل تاسيس سباكه، بنشتغل تاسيس كهرباء، بنكون عارفين احنا هنعمل ايه ومخططين، ما بنشتغلش عشوائي. يلا بينا نكمل احنا عملنا ايه في بقيه الشقه وايه المراحل اللي احنا وصلنا لها. لو جيت هنا هتلاقي هنا في المخرج ده. المخرج ده ليه؟ عشان هنركب في الجنب ده مرايه بطول الجنب، فهنحتاج لها ليد. فعملنا التاسيس برضو بتاع الكهرباء بتاعتها، ولسه هنعمل هنا شغل بروفايل ليد، فانتظرونا علشان تشوفوا كل الكلام ده. بالنسبه لمنطقه الريسبشن عملنا بيت نور عادي خالص، وفتحنا الاسبوتات واحد واحد، وكمان عملنا الاضاءه المناسبه في منطقه الريسبشن. لو الكاميرا تلف كده عشان نشوف الاباريك اللي عملناها عند البار. عندي هنا هيبقى فيه البار وتحتيه كراسي بنفس الصوره اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. فعملنا ابليك يمين وشمال البار، وعملنا علب عشان تغذي على منطقه البار لو انا حابب احط موبايل او اشحن. طبعا زودنا علب في الشقه على حسب استخدامنا وعلى حسب الفرش. كان عندي هنا في علبه في النص فقط، زودنا يمين وشمال. وكمان عملنا تأسيس للشاشة. طبعا كل ده بيكون متوزع على حسب الفرش. عملنا هنا برضو الشاشة، وزودنا علبة في الجنب ده، وزودنا علبة في الجنب ده. وكمان هنعمل في الجنب ده بانوهات، وهيبقى جواها أباريك، فلازم أعمل حساب التأسيس بتاعها. رسمنا البانوهات على الحيطة عشان نقدر نحدد أماكن الأباريك. هتلاقي المخارج النازله 3 مخارج للاباريك نازله جوه البانوهات، هيكون شكلها لطيف جدا. عارف انا بطول عليكم، ولكن
في تفاصيل لو انت عندك شقه في المستقبل او في اي مكان عشان تبقى عارف احنا بنشتغل ازاي. يلا بينا نكمل بقيه الشغل. عندي هنا طرقه التوزيع، برضو عملنا السقف بتاعنا بيت نور وفتحنا السبوتات. العميل طالب مننا ان هو هيعمل هنا في الجنب ده كوفي كورنر زي الصوره اللي انتم شايفينها، فعملنا العلب بتاعتها يمين وشمال عشان تغذى على المنطقه دي. لو هنشغل الكاتل، هنشغل قهوه، هنشغل اي حاجه، يبقى معايا الكهرباء الخاصه بيها. وعندي هيكون في تجاليد خشب ومن داخلها بروفايل ليد. طبعا تاسيس البروفايل ليد هننزله معانا من الجبس. دي كانت منطقه الطرقه. معانا الحمام، معانا 3 غرف، ما تروحوش في اي حته. يلا بينا على الحمام عشان هتلاقوا فيه شغل مختلف. تعالوا نتكلم على الحمام. مش عارف الاضاءه هتكون الدنيا واضحه بالنسبه لكم ولا، بس حابين برضو نقول عملنا ايه. طبعا عملنا تاسيس السباكه زي ما انتم شايفين في الصوره. كان الحمام في البدايه كان مكان الحوض في المكان ده. احنا حبينا نوسع مدخل الحمام. اساسات دايما فرش اي حاجه ان انت لازم تكون داخل على منطقه واسعه مش منطقه ضيقه، وبناء علينا ان مكان الحوض من المكان ده للمكان ده. اصبح هنا معايا الحوض، وهيبقى معايا هنا كابينه شاور متقفله بالكامل من ازاز السكريت. ده كان طبعا مكان القعده في المكان ده. وعندنا البيبه، وعندنا برضو شطاف سخن وبارد. فعملنا الشغل السباكه. بالنسبه برضو لاعمال الكهرباء، فاحنا اشتغلنا على التوزيع اللي احنا اشتغلنا عليه. هتلاقي هنا عندي في مفاتيح النار الخاصه بالسبوتات وخاصه بالحمام. هتلاقي هنا في علبه عشان تبقى جنب الحوض، هنستخدمها مفتاح للمرايه ونستخدمها باريزه المكنه تحلية او اي حاجه ما شابه ذلك. عندي طبعا الشباك اللي هنا يكون فيه شفاط، فطلعنا له مخرج وهنعمل مفتاح خاص بالشفاط، يبقى انا اشغل الشفاط من المفتاح باستمرار. هنعمل حاجه هنا جديده في الحمام، ان احنا الحمام هيركب له سيراميك مقاس 33 في 90. طبعا المقاس الكبير ما ينفعش ان هو يركب على الطوب، فهنمحر الحمام هنا هيتمحر معانا وهيركب بماده. فتابعونا عشان نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. يبقى انا الحمام هيركب على ماده وليس بمونه، فهنمحر الحمام الاول. كمان عندنا فكره جديده ومختلفه، ونقول وداعا لبيبه الحمام، ان احنا عندنا البيبه هنا هتركب زي الصوره اللي انتم شايفينها بسيراميك من داخل البيبه، وهشرح لكم الكلام ده بيتم ازاي. طبعا حابب برضه اقول حاجه اخيره، ان احنا حابين نعمل دايما مربعات داخل الحمام، لكن ما بنقدرش نعمل الكلام ده غير لما تكون الحيطه عرضها 25، يعني مبنيه على طوبه مش على نص طوبه. ما كانش متاح معانا الكلام ده ننفذه غير في الجنب ده. طبعا عندي هنا الكابينه، فصعب ان احنا نعمل حاجه في الجنب ده لان هنا يكون في الشاور. فالفكره الوحيده ان احنا هنعمل مربع او مستطيل هيبقى فوق القعده، هنقدر نستغله كمنظر جمالي، وهيبقى فيه برده من داخله بروفايل ليد وجايبين له بلاط مخصوص. تابعونا عشان هتشوفوا حمام هنا شكل مختلف جدا. يلا بينا نشوف الغرف. سريعا بالنسبه للغرف، عملنا جبسون بورد بيت نور زي ما انتم شايفين، وفتحنا الاسقوطات كلها هنا على واحد على مخرجين، ووزعنا الفرش بتاع الاوضه، وبناء عليه عملنا شغل كهرباء. عندي هنا المفاتيح الخاصه بالاداره، عندي هنا منطقه الشاشه، عندي منطقه السرير هتكون في المكان ده. فعملنا ابليك، عملنا باريزه يمين وباريزه شمال، وهننزل اباليك من الجبسون بورد هتكون نازله على الاثنين كومود، وعملناها ديفتير. يعني ايه ديفتير؟ يعني لو انا حابب، انا دلوقتي دخلت من الاوضه وحبيت اشغل، بيكون ليها مفتاح خاص بيها من داخل الاوضه، وبيكون لي المفتاح الخاص بيها جنب السرير. يبقى انا ممكن ادخل من الاوضه عشان اشغل لكم الاوضه دي. انا دلوقتي هدخل الاوضه، هفتح المفتاح، اشغل الاباليك، الاوضه هتكون هاديه على السرير. انا حبيت اعمل حاجه، اقرا كتاب وحبيت اطفي، هيكون ليها مفتاح جنب السرير. عندي هنا منطقه التسريحه، فعملنا باريزه خاصه بيها، وعملنا تكييف. عندنا تكييف في كل المناطق، وعندنا شاشه في كل الفراغات. عندنا الدولاب. وحابب اقول احنا بناء على خبرتنا في الشغل فبنشوف ايه المشاكل اللي ممكن بتواجهنا في اثناء الفرش وبالرعايه في التاسيس. بمعنى لما يكون عندي هنا دولاب، وانت حضرتك جبت الدولاب فيه ليد او فيه بروفايل ليد، وحابب توصل له اضاءه، ليه اوصل بباريزه على جنب الدولاب بيكون شكلها
مش لطيف. فاحنا حابين نعمل الكلام ده في تاسيس ان احنا نزلنا مخرج للدولاب، يبقى هنيجي السلك اللي جاي في الدولاب هنربطه بالسلك اللي نازل من المخرج، وعملنا ربط ليها مفتاح برضه هنا. يبقى انا داخل من المكان الاوضه حابب اشغل اضاءه الدولاب فقط هشغلها، حابب اشغل السبوتات طبعا على خطين هشغلها، حابب اشغل الدلايات اللي عند السرير هشغلها. انت معانا انسى كل المشاكل. كمان لو انا حابب اعمل مفتاح للشاشه من المكان ده اقدر برضو اعمل مفتاح، لان الاوضه كلها متربطه ببعضها. عندي هنا الغرفه بتاعه الاطفال برضو عملنا فيها بيت نور في الداير موجود، ووزعنا برضو اعمال الكهرباء بناء على الفرش. انا عندي هنا هيبقى فيه سرير فيمين وشمال، هيبقى فيه كومودينو فعملنا باريزه يمين وشمال، وعملنا الشاشه في النص، وعندي هنا مكتب فعملنا باريزه الخاصه بالمكتب. يلا بينا نشوف الغرفه الثالثه واخر غرفه معانا، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه في الارضيات. عندنا الغرفه الثالثه هنا بتبقى غرفه معيشه، فعملنا هنا برضو بيت نور بالجبس وفتحنا الاسبوطات واحد وواحد، وعلى حسب الفرش ان احنا هيبقى عندي هنا في ركنه في الجنب ده وركنه في الجنب ده. وطبعا مش حابين ان احنا نعمل برايز على منسوب عالي، فطرفنا البرايز في الاخر عشان تكون في اخر الركنه وتكون ظاهره معايا. هتلاقي في باريزه يمين وباريزه شمال وباريزه في البدايه، وهتلاقي في باريزه على يمين الركنه، وعملنا الشاشه في النص، وكمان عملنا التكييفات، وكل الكلام ده بدون ما نكسر سيراميك الارضيه. طيب سيراميك الارضيات هنعمل فيه بالظبط؟ هل هيفضل على وضعه؟ لا. بالنسبه للارضيات عندنا في الريسبشن وفي طرقه التوزيع هنركب بورسلين مقاس 120 في 60. احنا ما كسرناش السيراميك القديم، هنركب على السيراميك القديم. شوفوا وتابعونا ازاي هنركب سيراميك بورسلين هنركب بورسلين على سيراميك قديم، وايه الماده اللي هنستخدمها والشغل هيكون ازاي. بالنسبه برضو للغرف هيبقى معايا بورسلين مقاس 60 في 60، يعني كل حاجه في الشقه هتتغير. اللون هنعرفكم دهانات هتبقى الوانها ايه، تابعونا عشان تشوفوا الشكل النهائي وكل حاجه عملناها. في النهايه طبعا بحب اشكر كل الصناعيه اللي بتشتغل معايا، لان بدونهم مش هنقدر ننفذ اي حاجه. فحابب اشكر الاسطى اسلام والاسطى رمضان، معايا دايما شغالين باستمرار ومتعاونين دايما عشان نقدر نطلع شغل محترم. في النهايه حابب اقول حاجه اخيره، لو انت بتتابعنا على اليوتيوب فحابب اقول لك ان احنا مش بنشتغل اسكان اجتماعي فقط، لان في ناس كتير بتسالني يا باشمهندس هو انت شغال اسكان اجتماعي فقط؟ يا جماعه احنا بنشتغل كل النماذج، بنشتغل فيلل، بنشتغل في اسكان اجتماعي. احنا النهارده بنصور في شقه في المستقبل مالهاش علاقه باسكان اجتماعي، في فيديوهات كتير موجوده على القناه مالهاش علاقه باسكان اجتماعي، نفذنا برضو اعمال كتير قبل الاسكان قبل القناه وقبل ما نبدا ننشر فيديوهات الاسكان الاجتماعي. فاحنا بنشتغل في كل حاجه. الفتره اللي جايه هتشوفوا معانا في كومباوند الرحاب في اكتوبر، وهتشوفوا معانا في مدينه المعراش في القاهره الجديده، وهتشوفوا نماذج كتير مختلفه عن نماذج الاسكان الاجتماعي. برضه حابب اقول ان الشغل اصلا في الاسكان الاجتماعي هو اصعب بمراحل من الشغل في النماذج الثانيه، او ان انا داخل على شقه طوب احمر او محاره، لان بتواجهنا مشاكل كتير، وغالب الامور بتكون اسكان اجتماعي في اماكن بعيده والخدمات بتكون صعبه. فاللي ينفذ شغل في اسكان اجتماعي من السهل جدا انه ينفذ شغل في اعمال تانية. في النهايه عشان ما اطولش عليكم، لو انت بتتابعنا على اليوتيوب فانا حابب اقول لك ان احنا عندنا فيسبوك يبقى لازم تتابعنا هناك، ولو انت بتتابعنا على الفيسبوك فاحنا عندنا يوتيوب يبقى لازم تتابعنا هناك. انتظرونا في فيديوهات اخرى، وانتظروا الشقه هنا تشوفوا الشكل النهائي بتاعها. كان معاكم مهندس محمد طاهر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.